السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة حمزة الزمام. كل شيء يتعلق بالحمام الزاجل ستجدونه في قناتي. أتيت لكم بموضوع جديد وخاص بالمبتدئين الذين لا يملكون المال لشراء أدوية باهظة الثمن لحمام الزاجل. أتيت لكم بنصائح وبأدوية طبيعية مفيدة للحمام الزاجل، وهي دواء فعال وطبيعي. أريد أن أشارككم هذه المعلومة بإذن الله. نبدأ أولا. أول مضاد حيوي طبيعي وهو الثوم. نشرح موضوع الثوم أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، ويستخدم كوقاية شهرية للحمام يوميا في الشهر، ويستخدم لعلاج الديدان ومرض الكوكسيديا 3 أيام أو 5 أيام على حسب الحالة. الطريقة: تقطع الثوم، يجب طحنه ونقعه في لتر ماء دافئ لمدة 2 ساعات، ويقدم للحمام. ثانيا، البصل من المضادات الحيوية واستخداماته وطريقة استخدامه مثل الثوم والبصل. تقدم 6 فصوص ثوم، تقطع وتوضع في ماء ساخن جدا لا يغلي، ويقدم للحمام. أو توضع قطعة بصلة إلى الماء. يعتبر الثوم أفضل ما يقدم للحمام، ومضاد حيوي طبيعي يقضي على البكتيريا في الحمام. يقدم عموما لمدة أسبوع أثناء طرح الريش مرة كل شهر. ينظف الثوم الممرات الأنفية ويعقم أي مرض أو أي خلل في الحمامة. ثالثا، الشبه. تستخدم الشبه في حالات الجروح والنزيف، وتساعد على تخثر الدم. رابعا، عصير الليمون مطهر معوي قاتل للبكتيريا، يزيد مقاومة البرد. ملعقة في لتر ماء. خامسا، البرسيم أو الربيع كما كنقولوا حنا المغاربة، يستخدم في علاج نقص الفيتامينات، ومن أغنى المواد التي تحتوي على الحديد، ويجب استخدامه مرة في الأسبوع، وكثرة الاستخدام تؤدي إلى الإسهال. سادسا، الكركم علاج الأمراض بسبب هو علاج فعال للأمراض بسبب قدرته الفائقة لقتل الأمراض البكتيرية والفيروسية وللالتهابات، ويستخدم لعلاج الكونكور أو التريكومونوز. الطريقة: ملعقة صغيرة على لتر ماء. سابعا، الحلبة لزيادة التنشيط الجنسي ولزيادة إفراز الدهون، مما يؤدي إلى تنظيم الريش ولمعانه. ثامنا، محلول اليود المائي. يعتبر اليود المائي أفضل شيء يمكن أن تعطيه للحمام، فهو يعتبر أولا مطهر طبيعي، ثانيا مقوي حيوي لطيور السباق، ثالثا يبقى الوعاء نظيف في نفس الوقت، رابعا يعقم الممرات الأنفية للحمام عندما يشربون. يعطى هذا المحلول بوجه عام أثناء الشتاء وخلال طرح الريش وإلى الطيور الصغيرة، وعادة يقدم من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع. توضع 5 قطرات إلى 5 لتر من الماء. تاسعا، الأملاح. يضاف الملح إلى الماء الدافئ حتى يذوب. تقدم للطيور بعد عودتها من السباق. يمكن أن يعطى للحمام مرة كل أسبوعان. الحمام دائما يفضل الغذاء المالح، ولا تنسوا وضع الملح يعني في البانيو لكي يعوم فيه الحمام. عاشرا، السكر الجليكوز. توضع ملعقة شاي من السكر إلى مياه الشرب. الجليكوز سكر طبيعي يهضم بسرعة جدا، يعطى للطيور قبل السباق، ولكن في حالة عودتهم من السباق تعطى لهم الأملاح. 11، الشاي مقاوم لكثير من الأمراض، ويجعل الطيور نشيطة على الدوام. 12، العسل مضاد حيوي طبيعي مقوي. تضاف ملعقة شاي إلى لترين من الماء، يساعد في إبقاء الأعضاء الداخلية في صحة جيدة. 13، الزبادي الطبيعي. يقضي الزبادي على كثير من الجراثيم في الأمعاء. يمكن أن يعطى إما مباشرة عن طريق خلطة بالحبوب، أو في مياه الشرب الدافئة. توضع كمية صغيرة عن طريق ملعقة، ويحرك المزيج حتى يتكاثف. يعقم مجاري الطيور الداخلية، وهو مفيد جدا للطيور. المهم إخواني الكرام، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات البسيطة، وخاصة بالمبتدئين الذين لا يعرفون ماذا يقدمونه للحمام أثناء فترات الصيف أو في الشتاء، أو الأدوية الطبيعية للحمام الزاجل. شكرا لكم إخواني الكرام. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ليصلكم كل الجديد، وكل يوم موضوع إن شاء الله، وبإذن الله وحفظه وفي أمانه وحفظه. وإلى اللقاء إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. ولا تنسوا الضغط على لايك إذا أعجبكم الفيديو أو إذا أعجبتكم المعلومات، والاشتراك في القناة، ذلك لدعمنا وتشجيعنا فقط. إلى اللقاء إخواني الكرام في الحلقة المقبلة إن شاء الله.